السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت مناظرة بين الأستاذ محمد حجاب من الطرف المسلم والدكتور ويليام لين كريغ من الطرف المسيحي أو النصراني. الطرف النصراني له خبرة في المناظرات كما أن الطرف المسلم كذلك خبرة. الطرف النصراني اشتهر كذلك بمناظرته للملاحدة، وكما صرح هو وكما عبر عن نفسه أنه استفاد كثيرا أو اطلع على كتب المتكلمين المسلمين أو علم الكلام عند المسلمين، وهو كل أو جل ردوده أو كل ردوده على الملاحدة في المسائل المتعلقة بوجود الله عز وجل معتمدها إلى الدليل الكلامي. University of Birmingham on the cosmological argument for God's existence. I've had a deep interest in Islamic philosophy and theology. I was able to resuscitate the ancient Kalam cosmological argument, which is now once again at center stage. And as a result, countless Muslims all over the world are following reasonable faith and are appreciative of the work that we're doing. المناظرات ديالو كانت في المقابل ديال الملاحدة كانت مناظرات يعني أظهر فيها قوة الحجة وظهر فيها على خصمه، وكان يعني الخصوم ديالو من كبار الدكاترة والباحثين في الغرب والذين المنظرين للإلحاد. وهذا ليس بالضرورة أن منهجه قوي، بل لهشاشة الطرح المخالف الذي أمامه، لأنه كما هو معلوم أن الإلحاد هو عقيدة مخالفة لصريح المعقول، وهو عقيدة مخالفة لما أجمع عليه العقلاء، وما يمكنش تدوي على الإلحاد دون أن تبدأ في الطعن في العقل والتسفيه من قيمة العقل والتسفيه من قيمة الإنسان. ما يمكنش أنك تتحدث عن الإلحاد وتنظر الإلحاد بدون أن تسفه من نفسك، وهذه حقيقة. إذا الطرفين كلاهما متخصصين في الحوار والمناظرات، فكان موضوع الحوار عن عقيدة التثليث عند النصارى. فنبدأ بأول نقطة طرحها ثم نعلق عليها. I was surprised by the evident misunderstanding of the Christian doctrine of the Trinity that I found there. For example, in Surah 5:116, Allah is portrayed as saying to Jesus, "Jesus, son of Mary, did you ever say to mankind, worship me and my mother as gods besides God?" And Jesus replies, "I could never have claimed such a thing." Indeed, such a caricature of the Christian doctrine of the Trinity is a blasphemous monstrosity. No wonder Muhammad rejected it if that's what he thought the Trinity taught. But I think وهنا يعرض أو يقول أن القرآن أخطأ فهم التالوت. هذه شبهة يعني كيجوا بها حتى الملاحدة، خاصة العرب، لأن الملاحدة العرب هم يعني طفيليات على منتديات النصارى، بل حتى أن النصارى في منتدياتهم خصصوا لهم يعني أبوابا خاصة أو يعني خصصوا لهم يعني أقسام خاصة باش يطعنوا في الإسلام. وهذه المسألة ليست يعني بالأمر الغريب إذا علمت أن مصدر التمويل ديال الملاحدة العرب هو النصارى وما شابه. فالشبهات كل الشبهات التي جاءوا بها على الإسلام هي شبهات بفهم نصراني، يستحيل أن يأتوا بفهم المسلمين، بل هي قراءة نصرانية للنص الإسلامي أو المصادر المسلمين القرآن والسنة. فالإشكال هنا هو كيف الله عز وجل يقول لعيسى: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. ومعلوم أن التثليث عند النصارى عندهم الآب والابن والروح القدس، فزعم أن القرآن أخطأ. لكن هل بالفعل القرآن أخطأ؟ هذا ما سنراه، لكن نسمع جواب الأخ محمد حجاب. Of the majority of Catholics, the majority of Protestants, the majority of Eastern Orthodox. And what he said about the Quran, as we've just mentioned, is erroneous. He said that in chapter 5, verse 116, that the Quran depicts the Trinity in the wrong way. The Quran doesn't even mention the Trinity in that verse. And you don't need to know Arabic language to understand that, because the Trinity is not mentioned in chapter 5, verse 116. It says that, did you say that you take me and my mom as lords, gods beside God? اتخذوني إلهين من دون الله means God's subjects of worship. We do believe, like Protestants, as he claims he is, that Mary is venerated to a point of worship. That doesn't mean that she's part of a Trinity. So he's got a misreading of that. And in my next segment, I'm going to talk about how he opposes
practically all of Christianity with. فكما وضح أن الآية لا تتحدث عن عقيدة الثالوث عند النصارى، بل هي تتحدث عن أن النصارى أو بعض الطوائف النصرانية اللات بمعنى اتخذت أو جعلت مريم يعني أو عبدت مريم، والدعاء عندنا عبادة، والدعاء عندنا عبادة. فعن هذا تتحدث، وهذا موجود يعني حتى أن البروتستانت يتهمون غيرهم أو يتهمون الكاثوليك بأنهم ألهوا مريم أو أنهم عبدوا مريم. كذلك كانت هناك طائفة في التاريخ أو ما يسمى ببدعة الكلوريديانية أو الكلوريديانيين. فهذه مسألة معروفة، ولكن نؤكدها بهذه المقاطع اللي غادي نشوفه إن شاء الله الآن. في الكنيسة الأرثوذكسية الحلقة الأولى تكلمنا عن متى وكيف دخل بيت. القس حنين عبد المسيح يقول سيتحدث عن تأليه العذراء مريم العذراء في الكنيسة الأرثوذكسية. هناك بعض الغلو يعني حتى وإن لم يعترف صاحبه أنه الله، لا يبقى أنه يعتقد فيه العبادة، أنه يعتقد عبادة هذا الشخص وعبادة هذه المسألة هذه، وأنه إله لأنه أعطاه خصائص الألوهية من دعاء وكشف ضر ونفع ودفع أذى وغير ذلك. وتمسك البابا كرولوس الأول بلقب والدة الإله وقننه وأدخله رسميا للكنيسة، وعلى أثره ابتدى تأليه العذراء، لأن اللقب والدة الإله متعودين عليه المصريين من أيام إيزيس. إذن القرآن كان يتحدث عن إشكالية عقدية موجودة آنذاك، فقول الله عز وجل لعيسى عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. كانت هذا قول سليم وليس فيه إشكال وما فيه حتى شي مشكلة، بل حتى أن النصارى اعترفوا بهذا. Standing opposed to the doctrine of the Trinity is the Islamic concept of God and the doctrine of Tawheed, or the oneness or unicity of God. And this is a doctrine which is very confusing and very controversial among Islamic theologians. There are a number of different versions of Tawheed on which there is no consensus. For example, the most basic doctrine would state that there is exactly one God. And that is a point of unanimity. Dr. Craig, would you like to continue your comments here, just to finish out your thought? And then هنا كذلك أشار إلى نقطة كذلك يطرحها المخالفون من الملاحدة، وهي متعلقة باختلاف الطوائف الإسلامية. لماذا كان هناك افتراق؟ وخاصة تفهم أن عقيدة التوحيد سهلة يسيرة، وأن اختلاف العلماء أو اختلاف الطوائف المنتسبة للإسلام واختلاف المسلمين في مثلا مسائل الصفات أو ما شابه ليس لأنها معقدة أو ما شابه، بل لأنهم اختلفوا في المنهج. المنهج الصحيح هو المنهج القرآني. الله عز وجل مثلا قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مسألة واضحة باينة، هي سهلة يسيرة تفهمت لك. لكن من سلك غير هذا المنهج القرآني وسلك مثلا أدلة فلسفية أو قواعد فلسفية وكلامية، هنا جعلها هي الأصل. هذه القواعد هي التي عقدت وهي التي صعبت، فحاكموا إليها النصوص الصفات أو النصوص التي تتحدث عن العقيدة. فهنا الإشكال خلافهم في المنهج. أما الله عز وجل بين بأسلوب يسير وسهل عقيدة التوحيد. العقيدة الإسلامية حتى باعتراف أحد الملاحدة المتهم في قضية أسماء عمر كان قال هذه المسألة، قال أن العقيدة الإسلامية هي عقيدة سهلة، تؤمن أن الله عز وجل خلقك وأمرك أن تعبده وأرسل الرسل وبين لك الحق. هذه عقيدة سهلة بسيطة. لذلك حتى أن العرب فهموها بمجرد أن قال لهم لا إله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهموا ما معنى لا إله إلا الله تفلحوا. ما معنى قول لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق إلا الله، أي ترك كل ما يعبد من دون الله ويبقى وإفراد الله عز وجل بالعبادة وحده. فهذه حتى الكفار حتى المشركين فهموا من هذا سرقة. هي سهلة يسيرة، وأسهل عقيدة يمكن أن تخاطب الفطرة هي العقيدة الإسلامية، سواء في أي أبواب، سواء في مسائل الصفات وحتى المسائل المختلفة، هي مسائل مثلا فطرية في النفس مغروسة في النفس البشرية. لكن الاختلاف هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: افترقت اليهود على كذا وافترقت النصارى على كذا، تفترق أمتي على 70 فرقة،
كلها في النار إلا واحدة. فجاء في رواية ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية الجماعة وما شابه. فهذا الافتراق هو دليل من أدلة النبوة ولا يشكل أي إشكال في المسألة. فالاختلاف في الحق لا يعني الاختلاف الحقي في ذاته أصلا. فالعقيدة الإسلامية هي عقيدة سهلة يسير يفهمها العامي كما يفهمها العالم، والأدلة عليها يفهمها العامي كما يفهمها العالم. كل الناس يفهمون العقيدة الإسلامية، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا، ومما يبين أن هذا الدين من عند الله عز وجل، لم يتأثر بالفلسفات والأمور التي يعني تعقد هذه المسائل الغيبية، بخلاف العقيدة النصرانية. العقيدة النصرانية الثالوث يعني حتى علماءهم المتقدمون ما فهموا الثالوث واختلفوا فيه اختلاف كبير، ليس كاختلاف الطوائف الإسلامية، بل اختلفوا في جوهر التوحيد، في حقيقة التوحيد. وهذا أشار إليه المناظر المسلم الأخ محمد حجاب. فشاهد من الكلام أن العقيدة النصرانية هي عقيدة صعبة. الله لم يمت، نعم، ولكن الذي مات هو الله. مع اللاهوت في شخص المسيح، تحت في شخص المسيح، فالذي مات هو الله. نعم، والله لا يموت. فصعوبة التوحيد، صعوبة التثليث هذه مسألة عقيدة صعبة. أما قضية الإشكال كذلك كما قلنا أن الدين الإسلامي بين بنصوص واضحة عقيدة التوحيد، بين نصوص في هذا، نصوص بين واضحة لا تحتمل أكثر من تأويل في عقيدة التوحيد، سواء في باب الأسماء والصفات أو في باب الألوهية أو الربوبية. الإشكال أين؟ الإشكال هي أن عقيدة التثليث غير موجودة حتى في الكتاب المقدس بنسخته الموجودة الآن. نحن نعتقد أن الكتاب المقدس سواء العهد القديم أو العهد الجديد كتاب محرف، لكن فيه بقايا نبوة. لكن الإشكال أين؟ الإشكال أن هذه العقيدة حتى في الكتاب المقدس، الطرف المناظر النصراني أشار في كثير من المواضع في المناظرة أنه يدافع عن نسخة التثليث الموجودة في العهد الجديد. الكتاب المقدس كله لم يتحدث عن التثليث، وهذا مشكلة بالنسبة للنصارى. والمسيح لم يقل يوما أنا الله فاعبدوني، أنا الإله فاعبدوني، أنا الإله فاتبعوني، لم يقل هذا. بل عندما، وهذا إشكال لأن مسألة واضحة وعقيدة بمثل هذه الأهمية لابد أن يكون الكتاب المقدس مستفعلا، أو النصوص في الكتاب المقدس كثيرة فيها. بل نجد نصوص تبطل هذه العقيدة. مثلا جاء في سفر التثنية: اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. وجاء في إنجيل يوحنا: لأني لم أتكلم من نفسي لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول وبماذا أتكلم. نصوص كثيرة تثبت أن نبي الله عيسى عليه السلام كان مرسلا من عند الله عز وجل، ليس إلا مجرد إنسان، كما جاء في إنجيل يوحنا: ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، هذا لم يعلمه إبراهيم. البابا شنودة لما سئل عن هذا بماذا أجاب؟ عذر أقبح من زلة. وهو الجواب ديالو ذكرني بالشيعة، ذكرني بأجوبة الشيعة، فنقرأه ثم نعلق عليه. في كتابه سنوات أسئلة مع الناس، أسئلة لاهوتية وعقائدية، ومشوا الصفحة 45 جاء فيها سؤال: هل قال المسيح أنه إله؟ سؤال: كيف نصدق لاهوت المسيح بينما هو نفسه لم يقل عن نفسه إنه إله ولا قال للناس اعبدوني؟ الجواب: لو قال عن نفسه إله لرجموه، وأي إله يرجم؟ وهذا كذلك ضعف، وهذا كذلك يعني ضعف في العقيدة. ولو قال للناس اعبدوني لرجموه، وانتهت رسالته قبل أن تبدأ. إن الناس لا يحتملون مثل هذا الأمر، بل هو نفسه قال لتلاميذه: عندي كلام لأقوله لكم ولكنكم لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. فكيف أن عقيدة بهذه المسألة هذه بهذه الأهمية هذه؟ إذن لماذا جاء المسيح؟ لماذا يعتبر المسيح رسولا؟ بطبيعة الحال المسيح عيسى عليه السلام الحقيقي وليس النسخة المحرفة منه بريء من هذا وبريء من كل هذا. لكن الإشكال أنه عذر أقبح من زلة، ما وجدوا الدليل فقالوا أنه ما قال هذا، لو قالها لرجموه. فكذلك جاء عند الشيعة، قال: لماذا لم يقل علي أنا إمام متبع؟ قال: تقية.
ولماذا بايع أبا بكر؟ لأن النبي قال له بايع واحقن دمك، ولأن حفاظا على بيضة الإسلام. بخلاف القرآن الكريم، القرآن الكريم عقيدة واضحة فيه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية خرج طلع للصحابة اللي كانوا يحرسون بيته فقال: انصرفوا فقد عصمني الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما في الحروب، المشركين ما أرسلوا جيوشهم إلا ليقتلوه هو بالدرجة الأولى. كان يشعر سيفه وكان شجاعا في المقدمة، وكان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فكان شجاعا وأخذ هذه المسألة بيقين. وكذلك عصمه الله عز وجل من الناس حتى بلغ رسالته، فجمع النبي لنبيه صلى الله عليه وسلم بين الشهادة وبين النبوة. فهنا هذه المسألة خطيرة. هذا الفرق بين النبي الصادق وبين النسخة المحرفة، بين الدين الحق وبين النسخة المحرفة من الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان كاذبا ما كان سيكذب على نفسه، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم كذابا ما كان هذا حاله من شجاعة وإرسال وغير ذلك، وكان أول المصدقين بالوحي. لهذا نقول أن معرفة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هي معرفة فطرية ضرورية. بمجرد أن يعرض عليك حاله تقول أن هذا ليس بحال كذاب. Because he believes, William Lane Craig believes, he does not believe in the eternal generation of the Son, which is something in the Nicene Creed. He does not believe in the generation of the Son because that would make the Son generated and caused. And that is staple Islamic reasoning. The Quran says, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, say He's Allah one and only. Allahu Samad, the eternally besought of all, the self-sufficient. Lam yalid, He begets not, nor is He begotten, walam yulad. William Lane Craig believes the Islamic standard over and above 1,500 years of Christian belief, because no one took his belief. For 1,500 years of Christianity, no one took his belief that the Son was not eternally begotten. And the Quran does say that, because the Quran indicates that being begotten is an inhibition on the necessity and independence of God. So he agrees with the Quran and he rejects Christianity as a whole, Orthodox Christianity. وهنا كان المحاور المسلم ذكيا صراحة، جزاه الله خيرا على ما قدم. فهنا بين شذوذ الطرف النصراني على أهل الدين اللي كيتبناه أنه شذ عنهم، بل بالعكس هذا أشار إلى مسألة مهمة، أنه هنا وافق القرآن الكريم. وهذه يعني إشارة ونقطة مهمة بين فيها أن هذه العقيدة بخلاف العقيدة الإسلامية. العقيدة الإسلامية تجي تشوف مثلا المسلمين اليوم تلقى العقيدة ديالهم هي نفسها عقيدة الصحابة، على عقيدة الصحابة، بمعنى الأمور اللي اعتقد بها الصحابة هي اللي كيعتقدوها المسلمين اليوم، بخلاف الناس الذين كتلقى المتأخر يلعن المتقدم. احنا ما عندناش هذا المسلمين والطريق الحقة، ما عندناش هذه القضية هذه أن المتأخر يلعن المتقدم. عندنا العقيدة اللي احنا عليها محفوظة، هي نفسها عقيدة الصحابة وصلتنا إلى الآن إلى اليوم. Talking about, and all these church fathers from the ordinary language of the text of the Bible understood the eternal begotten doctrine in a different way. Then the Bible therefore is an encrypted text. It's a text that nobody can access for 17 years until William Lane Craig comes, or Royal comes, or somebody else comes and tells us what it's meant to be. This is preposterous. This is another problem. You're adding layers of problems to Christianity. You're adding layers of issues and complications for Christianity. Now, you were talking about... صحيح، جزاه الله خيرا. الطرف المخالف له كان يقول أنه عندما أحرجه بمسألة أنه شذ على علماء دينه أو الناس الذين يتبنون هذا الدين والذين يدافعون عنه، حاول أن يبرر هذا ولكي لا يقع في نظري ما في موقف مقابل رجال الدين عندهم. حاول أن يبرر هذا بأنه يدافع عن الثالوث في الكتاب المقدس، فأجابوا هذا الجواب أنه إذا كانت المسألة بهذه الوضوحية هذه لماذا خالفوك؟ علاش خالفوك؟ تجي خالفوك يعني أساطين دينك، حتى جيتي أنت واش يعني شذذت عنهم؟ علاش؟ لماذا خالفوك عن هذا؟ واش الكتاب المقدس فيه نصوص مشفرة؟ وهذا يتنافى مع التكليف. لا بد في يعني الأمور العقدية، الأمور التي يبنى عليها ضلال وكذا، أن يكون فيها الحق واضحا بينا جليا. كما قلنا مثلا القرآن الكريم الله عز وجل لما تحدث عن نفسه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نفى نفيا إجماليا وأثبت إثباتا مفصلا، فهو سميع لا كسمعنا وبصير لا كبصرنا، لأنه ليس كمثله شيء لكنه سميع وبصير. نص واضح في إثبات المعتقد أو حينما تحدث ربنا عن نفسه. The coherence of the Trinity. This is at the heart of the coherence of the Trinity, because most Trinitarian models, as you know, has inside of it or embedded into it this idea that the Son is eternally begotten. You consider that to be a subordinationist position. And what I'm saying to you is, if it's a subordinationist position, then the Trinity is incoherent on many different grounds. For example, when we talked about Aquinas, I agree with your assessment of Aquinas, that it's, if you take the is of identification, that the Father is God and the Son is God, therefore the Father is the Son, the logical law of identification, the law of identification would be contravened. So I agree with you. This is at the heart of the coherence of the Trinity. جميل. وأشار إلى مسألة مهمة، أن الثالوث يعارض مبدأ من مبادئ العقل، مبدأ الهوية. مبدأ الهوية، وذكر هذا وأشار إلى مسألة مهمة. خلاف العقيدة الإسلامية، العقيدة الإسلامية هي عقيدة موافقة للفطرة، يفهمها العامي كما يفهمها العالم. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. أن الله عز وجل هو اللي خلقنا وهو الأحق بالعبادة طلبا ودعاء ورجاء ورغبة ورهبة، كل هذا. Okay, so you said divine perfection. This is the key term that you've used. But in other contexts, you've accepted that God, there has to be a level of arbitrariness in God's decision making. Otherwise, it would lead to necessitarianism and modal collapse. So if it was one divine perfection that exists within each of the wills, that would mean to say that all of them really don't have a choice in the matter, in which case God doesn't have will. That's the first argument. The second argument is the following. You've made this comparison with God, with Cerberus, the three-headed dog, and this is, I mean, if you can see on the camera, this is exactly what you've written in your article, that God is like a three-headed dog. You got 1, 2, 3, okay, and just as it's one body and 3 heads, you know, the Trinity is the same thing. It's one body and 3 different heads. That's what you've said. Now, my question to you is as follows. If you have Siamese twins, and this you've been asked this once again before by Snyder on peer-reviewed journals. If you have a conjoined twin, person A, person B, would you consider that to be one person, or would you consider that to be 2 people? This is my question. وهنا ضرب له مثالا. كان سبق ويليام لين كريغ في إحدى اللقاءات ديالو لما سئل عن الثالوث فاش بغى يشرحو ضرب ليه مثال بإحدى الكلاب، إن كان لا يليق يعني التشبيه في هذه المقامات بهذا، إحدى الكلاب الأسطورية يعني المسمى بسربروس، وهذا الكلب هو الكلب الذي ظهر في هاري بوتر، هو كلب أسطوري يقوم بحراسة أماكن معينة. الإشكال في هذا المثال اللي أعطاه هو مثال يعني يبين افتقار الإله عند النصارى. لماذا؟ إن القول بأن الكلب واحد يعني جسم واحد له 3 أدمغة، وأن هذه الأدمغة تفتقر إلى بعضها البعض للاتفاق، هنا إشكال كبير. لماذا؟ لأنه أثبت الافتقار. لهذا عندما نحاججهم نقول أن التركيب يقتضي الافتقار، أن إله يفتقر لغيره، فهذا كلام حق. فكذلك المثال الذي ضربه بهذا الحيوان الأسطوري، فهو أثبت أنه يعتقد بإله مركب مفتقر، وهذا يمتنع في حق الله سبحانه وتعالى، فهو الكامل الغني عما سواه. وحتى عقلا لا يمكن أن تنتهي السلسلة إلى سلسلة أو إلى مفتقر، بل التسلسل في المفتقرات يقتضي عدم وقوع الفعل، ينبغي أن تنتهي السلسلة إلى الغني. فنسأل الله أن يبصر النصارى بدين الحق، ونسأل الله أن يوفق الأخ محمد حجاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.